سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة بتبي عليكم نشرة الأخبار التي أقدمها لحضراتكم. أنا عبد الله محمد علي، والبدء كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. اختتام مهرجان الجالية البترية في جدة وضواحيها. حماية التربة والمياه في إقليم غزة. توثيق رقمي للسجلات العقارية. الصين تأمل أن تتعامل طوكيو بشكل مناسب مع القضايا الرئيسية. بوتين وشولتز يتصارحان هاتفيا حول أوكرانيا. روسيا تفرض قيود على صادرات اليورانيوم لأمريكا. من العناوين إلى التفاصيل. اختتم مهرجان جدة 2024 فعالياته مساء أمس الجمعة 15 من نوفمبر، والذي كان قد افتتحه مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ في 10 من نوفمبر تحت شعار ضمان السلام بالتصدي، واستمر ل6 أيام تخللهم معارض صور وفيديوهات وتراث القوميات وعروض ثقافية ومسرحية وحفلات فنية أحدثها الفرقة الفنية القادمة من أرض الوطن وفرقة الجالية. وعقد مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية والديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايغ سيمينارا للمواطنين الإريتريين بمدينة جدة وضواحيها، وقال في بداية حديثه أن مهرجان جدة لهذا العام 2024 هو مهرجان يفتخر به وتناول الأوضاع في البلاد والمنطقة والتطورات العالمية. أوضح السيد يوسف بأنه تم تجاوز الكثير من التحديات بوعي وصمود، ودعا المواطنين لتقوية الصفوف والوحدة والعمل لإنجاح مهام المرحلة، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات. وعقد السيد يوسف لقاء موسعا مع قيادات الاتحاد ممثلة في قيادات مراكز الجبهة والجالية والاتحاد الوطني للمرأة وشباب الجبهة، استمع فيها إلى شرح من الحاضرين، وأثنى على الدور الذي تلعبه الاتحادات في تقوية الجالية ودورها الهام في البرامج الوطنية. وقد حضر اللقاءات القنصل العام بجدة السيد عبد الرحمن عثمان ومسؤول شؤون الجماهير بالسعودية السيد أحمد جعفر. وعبر المشاركون في المهرجان عن سعادتهم لنجاح المهرجان، مؤكدين الوقوف مع شعبهم وحكومتهم وقوات دفاعهم دائما وأبدا، ومحافظين على أمانة الشهداء. يذكر أن انعقاد مهرجان الجالية البترية في الرياض وضواحيها في 7 و8 من نوفمبر الجاري. دعا حاكم إقليم عنسب السفير عبد الله موسى الدفع بأنشطة حماية التربة والمياه في مساقط المياه والجيوب الجبلية والأراضي الزراعية خاصة، وذلك لنتائجها الجيدة. جاء ذلك خلال تفقده أنشطة حماية التربة وحفظ المياه منذ بداية شهر نوفمبر في إدارات ضواحي فنشبكو ومعركة وقبي ألبو وملبسو في مديرية حلحل، وإدارة ضاحية أورتف ومحيطها في مديرية أسماط، وإدارات ضاحيتي عد عمر وشبق في مديريات حقات. وحث المزارعين إلى تعزيز متابعتهم وحتى الحصاد وجمع المحصول وحشائش العلف، مشددا على وجوب الدفع بأنشطة حماية التربة والمياه خاصة في الأراضي الزراعية لنتائجها المرضية. ولدى تفقده سدي رهي وأورتة قيد التشييد، دعا إلى إصلاح مساقط مياه السدين لضمان إطالة خدمتهما. أعلن مكتب السجل العقاري في وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن العمل الذي بدأه لتوثيق السجلات العقارية المحفوظة لأكثر من 100 عام في قاعدة البيانات الرقمية أدت إلى تسهيل وإسراع في العمل. وأوضح المدير العام للمكتب السيد هبتة ميكائيل والدقرقيش أن الهدف الأساسي للمكتب تسجيل الأراضي والممتلكات الثابتة فوق الأرض والحقوق والواجبات المرتبطة بها. وقال أن السجل العقاري يؤكد الملكية والاستخدام القانوني وضمان الممتلكات ونقلها وخفض الخلافات والنزاعات في الأراضي وتأمين إدارة جيدة للأراضي
ومواردها وتقديم معلومات إحصائية وفتح الفرص للحصول على القروض من المؤسسات المالية. وذكر بأن المكتب يقوم أيضا بتنظيم الدورات التدريبية للأعضاء في أعمال السجل العقاري وتطويره وإدارة الأراضي ونظام معلومات المسح العقاري وتقرير الوثائق المكتوبة إلى قاعدة البيانات الرقمية. وأوضح السيد هبتة ميكائيل أن الوثائق المحفوظة فيها منذ 135 عاما، ودعا مدراء المديريات للتعاون مع مكاتب السجل العقاري في الأقاليم لحفظ وتوثيق الأراضي والمباني بموجب القوانين والتعليمات الصادرة. وأقيم مكتب السجل العقاري بالمرسوم رقم 95.1997 لتسجيل الأراضي والممتلكات الثابتة. ناشد مسؤول مكافحة الجريمة في شرطة تساني الرقيب مدهان الكداني إلى مساهمة أصحاب المتاجر ومقدمو الخدمات في مكافحة الجريمة ومنع المخالفات القانونية. وأوضح أن مهمة حفظ السلم والأمن العام لا تنحصر على عاتق الشرطة والقوى الأمنية، بل هي مسؤولية المجتمع بكل فئاته. وأضاف المدير التنفيذي في إدارة مديرية تساني السيد تفازق عقبازقي بدوره أنه من الضروري تحلي أصحاب المتاجر بالتعامل القانوني، مما يتسبب بكون متاجرهم ملجأ للمخالفين في حال عدم اتباعهم لتعليمات أنشطتهم التجارية. وقدم المشاركون آرائهم حول الحفاظ على الأمن العام والسلم على حد سواء. وقدمت في السيمينارات اتخاذ الطلاب بالحيطة والحذر لتجنب تعرضهم للحوادث. نظمت دورة تدريبية في الإدارة والقيادة للموظفين من مختلف المؤسسات الحكومية في مديرية حقات في 11 و12 من نوفمبر الحالي. تضمن التدريب مواضيع عن مفاهيم الإدارة والقيادة وتخصيص الموارد البشرية والتوجيه والتحفيز وتنفيذ البرامج وتخصيص الموارد والتنسيق والتعاون والإبداع والابتكار والرقابة والتقييم وأساليب إعداد التقارير وإعداد والتعامل مع الوثائق والوعي والذكاء والالتزام بالمواعيد وغيرها من العناوين. وأوضح مقدم الدورة السيد ميكائيل قرمي أنه من المهم تنظيم دورات تدريبية تركز على الكفاءة حتى يصبح موظفو المؤسسات الحكومية قدوة من خلال رفع وعيهم ومعارفهم العملية. وشكر مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد بدوره المسؤولين الذين قاموا بتنظيم التدريب، قائلا أنه سيساعد في تخفيف مشاكل الحوكمة ومشاكل الفجوات الأخرى في المنطقة الفرعية. وأوضح المدير العام للإدارة والمالية بإقليم عسب العقيد كبرو من رأيه في ختام التدريب أن التدريب عامل يضمن كفاءة الأعضاء ويؤدي إلى النجاح. يقوم سكان مدينة نقفة بأنشطة نفير فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه عامة ومساقط المياه خاصة. وذكر المشرفان على العمل خبيرة الزراعة السيدة رايت إدريس والسيد محمد حامد إدريس أن الهدف تخصيب التربة وتنمية المياه لرفع الإنتاجية، وقد تم القيام بأعمال مشهودة لإصلاح انجراف التربة بالسيول. ويشارك في النفير نحو 400 شخص يوميا. السادة والسيدات إلى فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا في أول اجتماع لهما أن الصين تأمل أن تتعامل اليابان بشكل مناسب مع قضايا رئيسية مثل التاريخ وتايوان وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الصينية. وخلال لقائهما على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في ليما عاصمة بيرو، حث شي الجارتين الآسيويتين على حماية نظام التجارة الحرة العالمي واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد دون عوائق. وقال إيشيبا للرئيس الصيني أنه يرغب في بناء علاقة بناءة ومستقرة، لكنه طلب منه إلقاء حظر استيراد المأكولات البحرية اليابانية وتعزيز تدابير السلامة للمواطنين اليابانيين في الصين، وأبدى قلقه إزاء الأنشطة البحرية الصينية. كان هذا أول اجتماع بين إيشيبا الذي تولى منصبه في أكتوبر والرئيس الصيني شي جين بينغ.
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتز محادثة صريحة بمبادرة من برلين بشأن النزاع في أوكرانيا. خلال المحادثة حض شولتز الزعيم الروسي على سحب قواته من أوكرانيا والتفاوض مع كييف، فيما أكد بوتين خلال المحادثة التي استمرت لمدة ساعة أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يعكس الواقع الجديد على الأرض. وطالب المستشار الألماني من روسيا إبداء رغبة في بدء مفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم. وأكد التزام الاتحاد الأوروبي الثابت حيال أوكرانيا بحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية. قالت روسيا أنها فرضت قيودا مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة رمزية ردا على حظر أمريكي لواردات اليورانيوم الروسي وفقا لوكالة رويترز للأنباء. وروسيا هي أكبر مورد لليورانيوم في العالم وتمتلك نحو 44% من قدرة تخصيب اليورانيوم على مستوى العالم، كما أن نحو 35% من واردات الوقود النووي للولايات المتحدة كانت تأتي من روسيا بحسب مكتب الطاقة النووي الأمريكي. لكن في مايو وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون يحظر اليورانيوم الروسي المخصب، مع الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة لديها أيضا القدرة على إصدار إعفاءات في حال وجود مخاوف بشأن الإمدادات. وقالت الحكومة الروسية أنها وقعت قرارا بفرض قيود مؤقتة على الصادرات إلى الولايات المتحدة، لكنها أضافت أن هناك استثناءات. وختاما، اكتشف فريق تابع لمؤسسة ناشونال جيوغرافيك العلمية أكبر مستعمرة مرجان بحري في العالم لدرجة أنه يمكن رؤيته من الفضاء. وتم اكتشاف المرجان خلال رحلة إلى جزر سليمان جنوب غربي المحيط الهادئ في أكتوبر 2024، عندما قاص الباحثون لإلقاء نظرة فاحصة على جسم قريب بدا لهم من السطح وكأنه حطام سفينة منسية منذ فترة طويلة في قاع البحر، قبل أن يندهش بوجود مستعمرة مرجانية ضخمة مترامية الأطراف. وقدر الباحثون عمر المستعمرة بنحو 300 عام. ويقول فريق البعثة أن هذه هي أكبر مستعمرة مرجانية تم تسجيلها على الإطلاق، وهي مكونة من ما يقرب من مليار من الشعاب المرجانية المتطابقة وراثيا التي تعمل معا في المستعمرة كما لو كانت كائنا واحدا. ختاما، لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. اختتام مهرجان الجالة الإثرية في جدة وضواحيها. حماية التربة والمياه في إقليم غنزة. توثيق النظامي للسجل العقاري. الصين تأمل أن تتعامل طوكيو بشكل مناسب مع القضايا الرئيسية. بوتين وشولتز يتصارحان هاتفيا حول أوكرانيا. وروسيا تفرض قيودا على صادرات اليورانيوم إلى أمريكا. دمتم في أمان الله وحفظه.